السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الغاليين، أبطال أولى إعدادي، كتاكيت الصغيرين اللي لسه طالعين من الابتدائي. ما تخافش يا باشا، الإعدادي أسهل مما تتخيل إن شاء الله. أنت كده كبرت كده وبقيت راجل محترم مكلف كده، يعني عاقل على ما أعتقد، يعني اللي أنت بقيت عاقل. نوعدك ان شاء الله باقوى نظام متابعه واقوى نظام شرح باذن الله. ما تنساش المطلوب منك يا فندم ان انت تبعت لنا الملخص بتاع الحصه اللي انت كاتبه بايدك، تكتب ملخص بايدك. تلخص ازاي؟ عشان انت لسه صغنن كده وما تعرفش النظام. هتكتب لنا التعريفات اللي احنا قلناها، اسئله علل اللي احنا قلناها، كل حاجه كده قلناها في نقاط، في صوره نقاط، وتبعته لنا على الرقم بتاعنا على الواتس يا غالي. وان شاء الله هنعمل لكم مسابقه لاحسن ملخص، وهيبقى ليه جايزه يعني مش صغيره قوي كده، حاجه يعني ايه حلوه برضه مش وحشه. تمام؟ ما تنساش كده. ولو انت بتسمعنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الاشعارات وتكتب اسمك في التعليقات وملخص برضك، وتبعته لنا على الرقم بتاعنا وتكتب في ريحه كده يوتيوب. تمام يا صديقي؟ وبرضك هيبقى ليك ان شاء الله جايزه محترمه لو الملخص بتاعك صعد معانا. بس كده يا باشا، استعين بالله كده ولا تعجز وركز معايا، تشير الفيديو في كل مكان عشان تعم الفائده يا صديقي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا السلام عليكم، انا ماشي، انت لسه الحصه بتبتدي، توكل على الله يا حبيبي. الدرس الاول اسمه التركيب الذري للماده. التركيب الذري للمادة. التركيب الذري للمادة. الواضح كده والله ومتهيألي ان انت هتتكلم على حاجه اسمها الماده، حاجه اسمها المادة. يعني ايه ماده يا ابو حميد؟ قال لك والله يا صاحبي الماده دي اي حاجه لها كتله وحجم وبتشغل حيزا من الفراغ. قال لي مش فاهم، القلم ده انت شايفه ولا لا؟ شايف. لو حطيته على الميزان هيجيب وزنه ولا لا؟ يبقى كده ده ماده. يبقى ده ايه؟ مادة. انا ماده. انا ايه؟ مادة. انا، انت شايفني صح؟ لو انا وقفت على ميزانه هتشوف كتلتي صح؟ يبقى انا ماده. عشان كده الراجل في الكتاب قال لك الماده هي كل ما له كتله وحجم، كل ما له كتله وحجم. كل ما له كتله وحجم. ويشغل حيز من الفراغ. ويشغل حيز من الفراغ. ويشغل حيز من الفراغ. يبقى انا كده الماده هي كل ما له كتله، وحجم. كل ما له كتله وحجم. ويشغل حيز. من الفراغ. طيب يا ماده انت عباره عن ايه؟ قالت لي ما انت لسه قايل تعريفي. قلت لها لا انا مش قصدي كده خالص، انا قصدي والله انت بتتكوني من ايه؟ قالت لي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بتكون من حاجة أصغر مني اسمها جزيئات. اسمها جزيئات. يبقى المادة تتكون من جزيئات. المادة تتكون من جزيئات. طب يا جزيئات انت ايه؟ قالت لي انا بتكون على طول من حاجة اصغر مني اسمها ذرات. اسمها ذرات. يبقى المادة تتكون من جزيئات. والجزيئات تتكون من ذرات. يا جزيئات انت تتكوني من ذرات. قالت لا بس خلي بالك في حاجة مهمة، انا في مني نوعين. في منها كم نوع؟ قالت لي والله انا عندي جزيء اسمه جزيء مركب، جزيء اسمه جزيء مركب. جزيء اسمه جزيء مركب. وقال لي يا ابو حميد والله عندي جزيء تاني اسمه جزيء عنصر، اسمه جزيء عنصر. يبقى كده الجزيئات كم نوع؟ جزيء مركب وجزيء عنصر. مركب وعنصر. قلت لها انت جزيء صح؟ يبقى بتتكون من ذرات. يبقى انت جزيء صح؟ يبقى انت بتتكون من لان الجزيئات تتكون من ذرات. بما انك انت كده بتتكون من ذرات وانت بتتكون من ذرات، طب ليه احنا قسمناكم لنوعين؟ قالت لي لا استنى، ده في موضوع رهيب خالص. اخويا بيتكون من ذرات بس ذراته مختلفة. ذراته مالها مختلفة. لكن انا ذرات متشابهة. ذرات مالها متشابه. يبقى الجزيئات ممكن يبقى جزيء مركب، جزيء وجزيء عنصر وجزيء مركب. ذرات مختلفة مركب، ذرات مختلفة. عنصر ذرات متشابهة، عنصر ذرات متشابهة. طيب يا جزيء احنا عرفنا انت بتتكون من ايه. طب انت بتتكون من ذرات، طب هي الذرات اللي انت بتتكون منها دي عبارة عن ايه؟ قال لي استنى، ده الذرات ديت الناس قالوا لك ان هي اصغر وحدة بنائية في المادة. اصغر وحدة بنائية في ايه؟ في المادة. اصغر وحدة بنائية فين؟ في المادة. هي مين؟ الذرات. يبقى الذرات اصغر وحدة بنائية في المادة. اصغر وحدة بنائية في المادة. قال لك فعشان كده قالوا برضك عليها ان هي الوحدة البنائية الاساسية لجميع المواد. الوحدة البنائية الأساسية لجميع المواد.
خد حته مني بقى هتحتاجها الحصه الجايه، ان الذرات دي هي المسؤوله، هي ايه؟ المسؤولة عن التفاعلات الكيميائيه، المسؤوله عن التفاعلات الكيمياء، المسؤوله عن التفاعلات ايه؟ كيميائية المسؤول عن التفاعلات ايه؟ كيميائية دلوقتي والله انا عرفت ان الذره ده اصغر حاجه موجوده في الماده، اصغر حاجه موجوده. في المادة. طيب انت يا ذره ما بتتكونيش من حاجه؟ مش خلبوصه كده زي اخواتك في حاجات بتتكوني منها؟ قالت لي ده مواويل. تعال احكي لك. قال لك والله تعال احكي لك يا صاحبي على تاريخ اكتشاف مكونات الذرة. تاريخ اكتشاف مكونات مين؟ الذرة. الذرة. قال لك والله زمان قوي يالا، في العصور القديمة. في العصور ايه؟ القديمة. كان عندي ناس اسمهم فلاسفة. اسمهم ايه؟ فلاسفة اليونان. فلاسفة ايه؟ اليونان. كان عندي شوية فلاسفة يونانيون. الجماعة دول بقى هبدوا هبدة جت معهم 100. جراحين قايلين إن المادة تتكون من جسيمات صغيرة جدا لا يمكن تجزئتها. قالوا إيه؟ قالوا استنى كده. قالوا إن المادة تتكون من جسيمات أو جزيئات أو حاجة أصغر منها جدا لا يمكن تجزئتها. لا يمكن إيه؟ بالمعنى البلدي الناس دول قالوا يا باشا إن المادة دي بتتكون من حاجة قصدهم هم على مين؟ الذرة. ما ينفعش نكسرها، ما ينفعش نقسمها. فعشان هم في اليونان كان عندهم لا يمكن تقسيمتها. لا دي كان معناها عندهم لا معناها إيه؟ لا معناها إيه؟ تقسيمها كان معناها اتوم. معناها ايه؟ أتوم. فقال لك اتوم دي معناها ايه؟ ذره. اتوم دي معناها ايه؟ ذرة. سيبك يا عم من الكلام الملعب ده، مش عايزينه دلوقتي. احنا دلوقتي بندرسه تاريخ اكتشاف مكونات الذره. تاريخ اكتشاف مكونات الذرة. تاريخ اكتشاف مكونات الذرة. اول ناس عندي كانوا من اليونان، كانوا في العصور القديمه. قالوا ان الذره بتتكون من حاجات صغيره جدا ما ينفعش نكسرها. قال لك راحوا فلاسفه اليونان لحالهم توفاهم الله. جه واحد بعد كده راجل محترم شويه. الراجل ده كان اسمه عمك الحاج يالا دالتون. اسمه ايه؟ دالتون. اسمه ايه؟ دالتون. اسمه ايه بالله عليك؟ دالتون. عمك دالتون ده اول واحد وضع نظريه علميه بتتكلم عن الذره. اول واحد ايه؟ وضع نظريه علميه تتكون الذرة. عن الذره. فقال لك دالتون ده اول من وضع نظريه علميه تتكلم عن مين؟ عن الذرة. تتكلم عن مين؟ الذرة. طيب احنا كنا بندرسه ايه؟ تاريخ اكتشاف مين؟ الذرة. تاريخ اكتشاف مين؟ الذرة. خدنا كام واحد؟ 2 كانوا فلاسفة اليونان. لا. فلاسفة اليونان لا. قالوا ان الذرة بتتكون من ايه؟ جزيئات صغيرة جدا لا يمكن انقسامه. لا يمكن. انقسامه. تاني واحد اسمه دالتون. اسمه ايه؟ دالتون. اسمه ايه؟ دالتون. ده هو اول من وضع نظرية مين؟ مين؟ تتكلم عن مين؟ الذرة. قال لك بقى سيبك من الهري الفاضي ده. جه الباب بتاعهم الكبير يالا. الكبير ده كان راجل اسمه رازرفورد. اسمه ايه؟ رازرفورد. اسمه ايه؟ رازرفورد. قال لك ده الباب بتاع الشغلانه. قال لك رازرفورد ده يا باشا اول من وضع او تكلم عن الذرة، بس بقى على أسس تجريبية. على أسس إيه؟ تجريبية. على أسس إيه؟ تجريبية. يعني شغل عملي بالإيد ما فيهوش غلط. دالتون كان كلام على الورق أساس علمي. ودالتون طب دالتون قال إيه في الأساس العلمي بتاعه؟ أكد على كلام عمك بتوع الفلاسفة إن الذرة المادة بتتكون من حاجات ما ينفعش إيه؟ انقسامها. مين اللي قال كده؟ الفلاسفة. ومين اللي أكد الكلام ده؟ دالتون. لكن عمك الحاج رازرفورد ده هو اول
بقى من تكلم عن الذره بس على اساس تجريبي، على شغل ايده يا عينيا. طيب يا رذرفورد انا عرفنا والله ان انت اتكلمت على اساس تجريبي ووضحت النظريه بتاعتك عام 1909. تمام، يعني تشرفنا بيك. انت قلت ايه في النظريه بتاعتك؟ قال لي قبل ما اقول لك انا قلت ايه، لازم أنا افتخر بنفسي. لازم ايه؟ افتخر بنفسي واتكلم على نفسي شويه. والله يا ابو حميد اصل انا ليا تاريخ كبير. قال لي انا راجل نيوزيلندي، انا راجل نيوزيلندا. انا راجل. نيوزيلندا. قال لي حصلت على جائزة نوبل، حصلت على جائزة نوبل. حصلت على جائزة نوبل. الراجل ده كان من نيوزيلندا، ونيوزيلندا كان عندها عالم جليل عظيم وحش اسمه رذرفورد، فحبت تكرمه، فجيت رايحة حاطة الصورة بتاعته على الفلوس، حطت الصورة بتاعته على العملة. هو مين ده؟ رذرفورد. مين اللي حطت صورته على عملة؟ نيوزيلندا اللي هي البلد ايه بتاعته. يبقى انا كده عرفت ان رذرفورد اول من تكلم عن الذرة على اساس تجريبي هو مين؟ رذرفورد. اول من تكلم على الذرة على اساس تجريبي هو مين؟ رذرفورد. الراجل ده منين؟ من نيوزيلندا. اخذ جائزة نوبل. اخذ جائزة نوبل. اخذ جائزة نوبل. الدولة كرمته وحطت صورته على العملة. على ايه؟ العملة. خلصت يا عم رذرفورد شويه الحكشبكنات بتوعك؟ مش هتقول لي عملت ايه؟ قال لي والله ما يغلاش عليك الكلمتين الجايين دول. قال لي والله انا دخلت جوه الذره فلقيت الذره دي يا ابو حميد بتتكون من حاجتين. بتتكون من كام حاجه؟ كام حاجه؟ قال لي كان بتتكون من حاجه اسمها النواه، حاجه اسمها النواة. حاجه اسمها النواة. قال لي والله بيدور حوالين النواه حاجه تانية اسمها الكترونات، حاجه تانية اسمها الكترونات. الراجل ده قال ان الذره بتتكون من نواة. بيدور حواليها الكترونات. يدور حواليها الكترونات. قلت له استنى انت مش هتغفلني، هي ايه النواه دي وهي ايه الالكترون ده؟ قال لي بص يا باشا النواه دي الاساس بتاعي. هي الاساس ايه؟ بتاعك. الاساس ايه؟ بتاعك. قال لك والله بص تتركز في المركز، تتركز في المركز. تتركز في المركز. تتركز فيه مركز. تتركز فيه. مركز. قال لك والله ديت اللي بتمثل كتلة الذرة. بتمثل كتلة مين؟ ذرة. بتمثل كتلة مين؟ ذرة. تمثل كتلة مين؟ ذرة. هي مين دي؟ النواة. هي مين دي؟ النواة. هي مين دي؟ النواة. قال لي خلي بالك عشان عندها يا باشا نوعان من الجسيمات. عندها كم نوع من الجسيمات يالا؟ نوعان. عندها كم نوع من الجسيمات؟ نوعان. قلت له ايه هم يا عم رذرفورد؟ قال لي والله عندها جسيم بنسميه البروتون. اسمه ايه؟ البروتون. قال لي وحاجة تانية اسمها النيترون. اسمها ايه؟ النيترون. اسمها ايه؟ النيترون. يا عم رذرفورد صلى على النبي. انت قلت لي ان النواة تتركز في المركز. يعني ايه يا ابو حميد تتركز في المركز؟ الذرة اهي النواة موجودة في النص فهي تتركز فين؟ في المركز. تتركز فين؟ المركز. في المركز. تمثل كتلة الذرة. تمثل كتلة الذرة. قلت له يعني ايه؟ قال لي والله يعني انت لو شلتها كده من الذره هتلاقي الذره توزنها ما عادش ليها لازمه، ما عادش فيه كتله. قلت له ازاي؟ ما انت قايل لي ان الذره بتتكون من نواه والكترونات. انا شلت النواه بس فاضل الالكترونات. قال لي ما تيجي بقى احكي لك شويه على الالكترونات. قلت له يا عم احكي، يعني ايه الكترون؟ قال لي مش هتزعل؟ قلت له والله ما ازعل، كلمني بس يعني ايه الكترون؟ قال لي ابو حميد. قلت له قول يا عم انجز. قال لي الالكترون ده عباره عن جسيمات. عباره عن ايه؟ جسيمات. عباره عن ايه؟ جسيمات. قلت له مالها؟ قال لي سالبه الشحنه. قلت له ما انا عارف. قال لي بتدور حول النواه في مستويات، بنسموا المستويات دي بمستويات الطاقة. مستويات ايه؟ الطاقة. مستويات ايه؟ الطاقة. قال لي خلي بالك ان هي شحنتها ايه؟ سالبة. شحنتها ايه؟ سالبة. شحنتها ايه؟ سالبة. قال لي خلي بالك بقى عشان كتلتها ضئيلة.
طويلة صغيرة جدا 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 لدرجة يا ابو حميد يمكن اهمالها، لدرجة يمكن إهمالها. قال لي خلي بالك ان الالكترونات جسيمات سالبة سالبة جسيمات سالبة. الشحنة بتدور حوالين مين؟ النواة. بتدور حوالين مين؟ هي بتدور في اي حتة ولا في مستويات؟ مستويات. بنسموها مستويات الطاقة. بنسميها مستويات كتلتها صغيرة جدا. قلت له يعني ايه كتلتها صغيرة؟ قال لي يا ابو حميد هضرب لك مثال. امك بعتتك تجيب 2 كيلو طماطم. تجيب ايه؟ 2 كيلو طماطم. وانت رحت قلت للراجل عايز 2 كيلو طماطم. تمام يا عم ما فيهاش حاجه. قال للراجل بقى الكيس اللي عنده صغيره، فعطالك كل كيلو في كيس. فانت جايب كام كيس كيلو طماطم؟ جايب كام كيس؟ 2 كل كيس فيه كام كيلو؟ كيلو. طيب يعني انت معاك كام كيلو؟ 2 2 ايه؟ كيلو. 2 كيلو. قلت له ايه المشكله؟ قال لي انت دلوقتي معاك 2 كيلو طماطم صح؟ ديت وزن الطماطم صح؟ بس انت معاك كيسين. معاك كام كيس؟ فين وزن الكيسين دول؟ ليه انت ما قلتش لامك لما سالتك جبت كام كيلو؟ 2 كيلو طماطم و1 جرام وزن الكيسين. قلت له يا عم 2 كيلو يعني 2000 جرام، هيجي في ريحهم 1 جرام، يعني 2000 واحد داخل على اقساطهم واحد، هيعملوا فيه ايه؟ هياكلوه مش هيبان. قال لي ما هي كده الالكترون ده في ريح كتله النواه ده زي ال 2000 والواحد، مش باين في ريحهم حاجه لا تذكر. يالا ابو حميد يالا، ده انت عارف كتلته بتساوي كام؟ قلت له بتساوي كام؟ قال لي كتلته بتساوي 1 على 18 و36. 1 على 18 و6 30. 1 على 18 و6 يعني انت عارف انت لو معاك برتقانايه هتوزعها على 1836 واحد، كل واحد ياخد ايه؟ كل واحد هيبص عليها بصه هتخلص. يعني انت معاك برتقانايه هتوزعها على 1836 واحد. شوف بقى قال لك بقى ما هي كتله الالكترون بتساوي 1 على 1836. 1 على 1806 يعني حاجه ما بتذكرش خالص. قلت له طب ما كتله النواه بقى كده كام؟ قال لي انت مش قايل لي ان النواه فيها جسيمات بروتونات ونيترو نات؟ بروتونات ونيترو نعم. بروتونات ونيترو نعم. قال لي انت عارف انت كتله البروتون كام؟ قلت له كام؟ قال لي 1 يو. عارف كتله النيوترون كام؟ قلت له كام؟ قال لي 1 يو. قلت له اي يو؟ يعني ايه يو دي؟ قال لي ما هي ده بردك يو. قلت له يعني ايه يو اللي الثلاثه دي؟ قال لي خلي بالك اليو دي اسمها يونت. اسمها ايه؟ يونت. قال لك مش انت بتروح تقول عايز الراجل 1 كيلو طماطم؟ الكيلو ده وحده. قال لك ما هو اليو ده وحده بردك، اليونت ده وحده، ده وحده قياس كتله الجسيمات. وحده قياس كتله جسيمات. وحده قياس كتله جسيمات. هي مين؟ اليو. وحده قياس كتله جسيمات. وحده قياس كتله. جسيمات. قلت له يا عم الحاج اللي اسمك رذرفورد انت ما تضحكش عليا. طب دول جسيمات، امال ده ايه؟ بردك الالكترونات عباره عن جسيمات. الالكترونات عباره عن جسيمات. يبقى انا دلوقتي عندي كام جسيم لحد دلوقتي؟ 3. عندي كام جسيم؟ 3. بروتون نيوترون الكترون. بروتون نيوترون الكترون. بروتون نيوترون الكترون. بروتون نيوترون. الكترون. يبقى انا عندي كام جسيم؟ 3. كام جسيم؟ 3. طيب بالصلاة على النبي كده انا عندي يا عم رذرفورد 3 جسيمات. واحد اسمه البروتون، والتاني اسمه النيوترون، والتالت اسمه الكترون. صح ولا ايه؟ صح. كتلة البروتون كام؟ 1 يونايت. 1 ايه؟ يونت. 1 ايه؟ اهو 1. كتلة النيوترون كام؟ 1 يونت. الكترون كام؟ 1 على 18 36. كتلة الالكترون كام؟ 1 على 18 36. طيب يا عم الحاج انا عرفت ان انا عندي 3 جسيمات بس كده. الكلام اللي انت قلته وكبروا فيك يا عم رذرفورد وخلي حط صورتك على الفلوس بقى، كل ما مركب مواصله الاقي صورتك في وشي، زعلان منك ومتعاركين سوا ومش عايز اكلمك الاقي صورتك في وشي. ما انا يعني ما هي لازم الفلوس تبقى معايا. بس الكلام ده اللي انت قلته؟ قال لي ده موضوع كبير يا ابو حميد، بس انت اللي مش واخد بالك يا صاحبي. انت مش واخد بالك انا عرفت ايه؟ انا عرفت مكونات النواه. انت عارف النواه دي اصلا من ايه؟ قلت له مش فاهم. قال لي عارف ملعب الكوره ولا؟
قلت له يالا هعديها لك. عارف ملعب الكوره، شفت لو انت كبرت في ملعب الكوره كده وشفت راس الدبوس، يعني شوف انت كده لو حطيت راس دبوس في ارض الملعب وانت معدي هتشوفها. ملعب 1000 كيلو في راس دبوس، يعني انت بذمتك انت شايف التراب اللي تحت رجلك لما تشوف راس الدبوس؟ قال لك ما هي النواه دي بقى لو اتحطت في الملعب هيبقى كانها راس دبوس. قلت له ازاي؟ قال لي انا بص هصورها لك. الذره هي الملعب، الذره هي الملعب. قال لك في نص الملعب كده في راس دبوس، يبقى ده كده ايه؟ الملعب. ده ايه؟ راس دبوس، صح؟ الملعب ده هو الذره وراس الدبوس ده هو النواه. انت متخيل انا شفت ايه في الذره؟ انت متخيل ان انا شفت راس الدبوس اللي في المسافه دي بحالها وعرفت لك بتتكون من ايه؟ مش عايزني نتكرم؟ قلت له لا والله حقك تتكرم. بص رجعت لورا على طول وقلت له لا من حقك تتكرم. طب الناس سرحت معايا كده، انا كنت بتكلم على حاجه اسمها الماده، حاجه اسمها المادة. المادة. قلت ان الماده كل ما له كتله وحجم، كل ما له كتلة كتله ويشغل حيزا من الفراغ، ويشغل حيزا. الماده بتتكون من جزيئات. الماده بتتكون من جزيئات. والجزيئات تتكون من ذرات، والجزيئات تتكون من ذرات. والجزيئات تتكون من ذرات. الجزيئات في منها مركب وعنصر، مركب الفرق بين المركب والعنصر: مركب ذرات مختلفة، عنصر ذرات متشابهة. يا ذرة انت ايه؟ اصغر وحدة بنائية في المادة هي مين؟ الذرة. اصغر وحدة بنائية في المادة. قال لك فهي الوحدة الأساسية البنائية في المادة. قلت له تمام. قال لك هي المسؤولة عن التفاعلات الكيمياء. طب هي المسؤولة عن التفاعلات الكيميائية ازاي؟ هي مش علينا في الدرس ده، بس خد نبذة. اصل هي بتتكون من حاجة اسمها قال لك الالكترونات دي بقى هبقى اقول لك ساعتها ان هي لفة على حل شعرها، بتبقى عايزة اي حد وتتفاعل معاه فتعمل معاه تفاعل كيمي، اللي هي اصلا هي ايه؟ ذرة، اللي هي متكونة من ايه؟ فالذرات هي المسؤولة عن التفاعل الكيميائي عشان عندها مين؟ الكترونات. قال لك ده بقى اللي بيخليها مسؤولة عن التفاعل الكيميائي. ما علينا، هتيجي في وقتها. طيب وعرفنا بعد كده قصة اكتشاف الذرة، قصة اكتشاف الذرة. قال لك بدأنا في الفلاسفة اليونان. كانوا في العصور القديمة قالوا ان الذرة تتكون من جزيئات صغيرة لا يمكن صح معايا، لا يمكن انقسامها. بعد كده جينا لعمك الحاج اللي اسمه دالتون، اللي اكد كلامهم، وقال برضك ان الذره بتتكون من جزيئات صغيره ايه؟ لا يمكن انقسامها. طب عمك دالتون اسهاماته ايه؟ لما يجي في الامتحان كده يقول لك اذكر اسهامات العالم دالتون، هتيجي راح قايل له والله عمك دالتون ده اول من وضع نظريه علميه تتكلم عن الذره. هو مين ده؟ دالتون. اسهاماته ايه؟ استفدنا منه في ايه؟ ده اول واحد والله يعمل نظريه علميه تتكلم عن مين؟ الذرة. لكن رذرفورد اول من وضع نظريه علميه على اسس تجريب. العالم اللي اخذ جائزه نوبل هو مين؟ رذرفورد. العالم اللي اخذ جائزه نوبل هو مين؟ رذرفورد. العالم اللي الدوله بتاعته كرمته ووضعت صورته على الفلوس هو مين؟ رذرفورد. عمك رذرفورد قال ان الذره بتتكون من نواه والكترون. النواه تتركز في المركز، تمثل كتلة الذرة، الذرة. عندها نوعين من الجسيمات. عندها كم نوع من الجسيمات؟ 2. بروتونات ونيترو. نعم. طيب كان عندنا حاجة تانية اسمها الإلكترو. نعم. يا إلكترونات. أنا جسيمات سالبة الشحنة، بدور حول النواة، بدور حول في مسارات، في إيه؟ أو مستويات، بنسميها مستويات الطاقة. مستويات كتلتها ضئيلة جدا، يعني صغيرة جدا
جدا. كتلتها ايه؟ ضئيلة. كتلتها ايه؟ ضئيلة. كتلتها ايه؟ ضئيلة. يعني صغيرة جدا. يمكن ايه؟ اهمالها. يمكن ايه؟ إهمالها. يعني ملهاش ايه؟ لازمة. كتلتها ملهاش ايه؟ لازمة. طيب هي كتلة البروتون كام؟ 1. كتلة النيوترون كام؟ 1. كتلة الالكترون 1 على 18 36. 1 على 18 36. 1 على 18 36.